السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده يعني هقول لكم على حل لحبوب البشرة، سواء حب الشباب او الحبايه بتاعت المناسبات دي اللي بتطلع لك في المناسبات دايما. يعني في حاجه بسيطه قوي بتتجاب من الصيدليه. سيبك من الهري اللي بيقول لك مثلا استخدمي ماسك مش عارفه ايه الحبوب. يا جماعه الماسكات دي هتطلع الحبوب اللي تحت الجلد. هي هتطير الحبوب، بس بعد فتره لما كل الحبوب اللي تحت الجلد دي تطلع خلاص، فهتيجي بقى بعد كده تعمل على تنشيفها، وده هياخد فتره والحبوب هتزيد قوي. فاحنا ممكن بحل بسيط قوي من اي صيدليه، والموضوع مش مكلف ابدا، يعني عامله في حدود 25 جنيه 30 جنيه في الحدود دي. يعني هو الحل السحري ده كلينداسول، ده حل سحري. في اكناميسين، وممكن اكناميسين ما تلاقيهوش كتير. طبعا انا الاثنين هحط لك صورهم قدامك على الشاشه علشان لو تحبي ان انت تجيبيهم تجربيهم. اكناميسين ممكن ما تلاقيهوش كتير، تمام. كلينداسول هو ده البديل بتاعه، وده برده ممتاز جدا، ما فيهوش اي مشكله، تمام. كل اللي انت بتعمليه ان انت بتجيبي منديل، قطنه، اي حاجه من دي بتبليها، او طبعا الودانه بتبليها، بتروحي حطها على الحبايه نفسها، مش على البشره كلها، لانه بيعمل جفاف وتشققات في البشره، فما ينفعش احطها غير على الحبايه نفسها. حتى لو حبايه تحت الجلد وعايزه تطلع، ده بيساعدها ان هي تطلع فوق سطح الجلد. فانت هتحطيها، ويستحسن بالليل قبل ما تنامي ضروري، لان الاضاءه لما بتطفي على البشره العلاج ده بيشتغل اكتر، بيعمل فايده اكتر واسرع، تمام. والصبح بتغسلي وشك عادي جدا، وممكن تحطيها تاني الصبح. هو يستحسن طبعا مره الصبح ومره بالليل، بس هو الايفكت بتاعه ممتاز جدا بالليل. جربوه وقولوا لي ايه حصل معاكم، ايه البشره، تمام. طبعا انا بعمل فيديوهات يا جماعه قصيره على قد ما اقدر لاصحاب الباقات، او لو حد مثلا مش عايز الفيديو الطويل الممل، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل معلومه تستفادي بيها، وفي نفس الوقت في وقت قصير قوي، عشان برده ما تزهقيش، تمام. عموما ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واهم حاجه الشير يا بنات عشان تفيدوا غيركم. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.